السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهم قبل ما نبدأ بتعريف يعني ايه الذكاء العاطفي زي ما قلنا لكم في الفيديو اللي فات، كان لازم نعرف من الناحية الأكاديمية ان في 3 نماذج موجودين بيتكلموا عن الذكاء العاطفي. أول نموذج اسمه الصفة، وده بيتكلم عن ان الشخص بيعتقد في نفسه انه ذكي عاطفيا، يعتقد انه يقدر يدير مشاعره وعارف مشاعر الآخرين كمان. النموذج الثاني لدانيال جولمان صاحب كتاب الذكاء العاطفي المشهور، هو عامل نظام مختلط شوية وبيتكلم عن ان الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي بيدير حياته الزوجية بكفاءة وبيدير مشاعره كمان وعنده وعي ذاتي وبيقدر يتحكم في مشاعره ويقدر يتحكم كمان في علاقاته ويديرها. أما النموذج الثالث واللي في الكورس اللي معانا النهاردة هيكون محور دراستنا، نموذج اسمه القدرة لسالوفيو ماير، وبيقول إن الذكاء العاطفي هو قدرتك على الفهم العميق لمشاعرك وقيادة أفكارك لما هو مناسب ليك. طبعا احنا ما زلنا بنتكلم عن نفسك، عنك انت، ملناش علاقة خالص بالشخص الآخر أو بأي حد آخر. ودلوقتي عايزين نسمع صوتنا الداخلي من مشاعر بتتردد دايما عليك في مواقف معينة. مهم جدا المشاعر دي تعرف تحددها وتعرف كمان تسميها، وده هنشوفه خلال الفيديوهات الجاية. لكن خلينا نتعرف دلوقتي عن مكونات الذكاء العاطفي. أي حاجة ليها مكونات، زي الجسم مثلا، جسم الإنسان مجموعة من الأعضاء، كل عضو له صفة ووظيفة، بيكون ده في الآخر جسم الإنسان أو بيكون في الآخر جسم الإنسان. الذكاء العاطفي بقى بيتكون من 4 أجزاء. أول جزء فهم مشاعرك وملاحظتها وإزاي المشاعر دي بتتطور وإزاي تسمع مشاعرك وعالمك الداخلي. تاني جزء التعامل بشكل إيجابي ومع ذاتك، وده الجزء اللي هنتكلم فيه في بداية الكورس. 3 معرفة الآخرين والتعامل الإيجابي معاهم. وبعد ما عرفنا إيه هو الذكاء العاطفي وإيه هي مكوناته، هنحتاج وإحنا ماشيين مع بعض في الرحلة دي نعدي على العقل وإزاي عقلك بيشتغل ومكوناته إيه، وإيه اللي الإنسان بيختلف فيه في عقله عن باقي الكائنات الحية. وده اللي هيكون في الفيديو الجاي إن شاء الله. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش ان مشاركتك بتجربة خاصة ليك بالموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة هي بمثابة نور لناس الطريق مظلم قدامهم. وأحب أختم كلامي بمقولة بتقول: عندما تستمع بتعاطف إلى شخص آخر فإنك تعطي لهذا الشخص دعما نفسيا. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.